تقول إحداهن: رأيته وقد كتب على صفحته الفيسبوكية: لا أريدها فتاة جميلة بل مثقفة، تحمل كتباً بدل مساحيق التجميل في حقيبتها. دعوته على الغداء في أحد المطاعم، وقف عند الباب مقلباً عيناه باحثاً عني. لوحت بيدي فاصفر وجهه وأقبل يتعثر بين الكراسي والطاولات. جلس وألقى التحية، ثم قام يستأذن الذهاب للحمام. ذهب ولم يعد. لم يرى الكتب التي في حقيبتي. لم أحدثه عما أحب قراءته، ولم يمنحني حتى فرصة لتبديد بشاعتي حتى ببعض الكلمات. أم أنه لم يصدق أنني فتاة؟ إنه التناقض بين الحقيقة والعالم الافتراضي. من قال أن الجمال جمال الروح فهو كذب أكبر كذبة عرفها التاريخ. فالجمال جمال الوجه والجسد لا غير بالنسبة للفتاة، أو على الأقل تكون جميلة نسبياً. أحمق من يصدق أن رجلاً يمكنه أن يعشق فتاة بشعة، والأشد حمقاً من يصدق تفاهة العالم الافتراضي. فالكل يدعي أنه مثالي، والحقيقة أنهم منافقون بنسب متفاوتة.